السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرار المستقبل بتكمن في الماضي. عايز تعرف مستقبلك؟ ذاكر تاريخك. على مر العصور الفتن كانت سلاح أهل الشر. هما دلوقتي اسمهم أهل الشر، بس زمان كان اسمهم الماجوس، عبدة النار، عبدة الشيطان. ربنا ربي يعافينا ويعافيكم منهم. هو ده مش موضوع الحلقة، بس هو مفتاح الحلقة. عشان تفهم موضوع الحلقة لازم تفكر في الكلمتين دول، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير. النهاردة هنكشف أكتر من حاجة. هنثبت إن أهل الشر كلهم مصدرهم واحد وفكرهم واحد، وحتى اللي بيمولهم واحد. ممكن الأسماء تختلف، الوجوه تختلف، بس كلهم شخص واحد بيساعدوا بعض، وكأنهم اتفقوا إنهم يهدموا أوطاننا مع إن هي المفروض أوطانهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وأسر جنودها قال لهم الجملة الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أسرهمش وذبحهم ولا موتهم ولا هجم عليهم في غفلة، هجم عليهم بكل شجاعة لأنه بيدافع عن الحق. لكن أهل الشر هجومهم كله خسة وندالة. الدليل محمد علي ومحمد ناصر بيبثوا من مكان واحد وبالصور، ما بجيبش حاجة من عندي. تاني حاجة هنكشف علاقة معتز مطر ومحمد ناصر ونرمين عادل بالمستر أو المسيو. نطق المستر أو المسيو بيختلف من لغة للغة تانية، لكن أصلهم واحد. وساعات كمان في فلسطين بيسموه الحج، بس كل الأسامي لشخص واحد. المسيو أو المستر أو الحج هو السبونسر، هو الممول، هو المنتج في الفيلم كله، هو اللي بيصرف، هو اللي بيدفع. لحساب مين؟ لحساب أهل الشر. هو الإيد الخفية اللي بتحرك كل المايونت، كل العرايس دي كلها. والتسريبات بتكشف ده. ممكن البعض يقول إن التسريبات دي متفبركة، بس إحنا مش محتاجين نفبرك تسريبات، لأن الفبركة سلاح الخونة، لكن الحقيقة سلاح الشجعان. مش محتاجين نعمل كده، وكله بالدليل. طب ولنفرض جدلا إن التسريبات دي كذب. أنا متفق معاك، ممكن تكون كذب وممكن أي حد يفبركها، بس برضو التسريبات دي ممكن تكون حقيقة. وهنا سؤال: طب التسريبات دي جت ازاي؟ اولا يا صديقي، برامج الهاكر مغرقه النت. يعني ممكن اي طفل صغير عنده 5-6 سنين يهكر حساب اي حد، وكتير مننا بيقع في المشاكل دي بسبب التهكير. فده موضوع مش صعب، ما بالك لما جهاز مخابرات يحب يركب تليفونك؟ سهل. بس هنتغاضى عن الجزئيه دي ونقول ان دي كذب، بس لما نربط الاحداث هنعرف ان كان ده كذب ولا صدق. ما تصدقش ودانك، ما تصدقش عينيك، تصدق عقلك وصدق قلبك، مش ممكن يكذبوا عليك. بس اسمح لي برضو اكلمك في خبرين متهيألي هيقربوا ليك الصورة اكتر من كده. هتفهم منهم حاجتين: هتفهم منهم المؤامرة اللي بتدور حوالينا، وهتفهم منهم ان جهاز المخابرات بتاعك لا يستهان بيه. وخليك معايا. فاول تسريب زي ما احنا شايفين كشف العلاقة بين محمد ناصر ومعتز مطر بالمدعو المستر او المسيو. وهنا واضح من سياق الكلام ان في غيرة بينهم وبين بعضهم، شغل مصالح بسبب الفلوس. لكن هنا سهل عليهم ان هم يبيعوا بعض، ومجرد ان في طرف تالت دخل في الموضوع وعرض فلوس اكتر، الكل باع الدنيا عشان تعرف ان هو موضوع مصالح. اما هنا يا صديقي واضح جدا ان المستر مش راضي عن شغلهم، عايزهم يعملوا اكتر من كده، عايزهم يزودوا الفتنة اكتر، انهم برضو بياخدوا في مبالغ كبيرة. فاعملوا بلقمتكم يا ولاد، انتوا بتاخدوا فلوس المفروض تشتغلوا. وشغلهم ادينا شايفينه على الارض: يوقعوا بين الناس وبعضيها، يوقعوا بين الاوطان وبعضيها، يقلبوا الشعب على حكومته، ويقلبوا الشعب بينه وبين بعضه، وعايزين يهزمونا نفسيا. بس سبحان ربنا العظيم، ان ربك لبالمرصاد. ويمكر ويمكرون والله خير الماكرين. وخلينا للخبر الاهم من كل ده اللي هيربط الاحداث ببعضيها، وهو الخبر التالي: القبض على شركة تجسس في اكتوبر مكونة من 14 عنصر. بس الاهم انتماء العناصر دي ايه، دولهم ايه، تبع انهي دولة. هم بصراحة مش من جنسية واحدة، الغريب ان هم من اكتر من جنسية، عشان تعرف مدى التآمر على مصر قد ايه. فيهم 2 من امريكا و7 من بريطانيا، عشان تعرف ان بريطانيا لها اليد الكبرى في اللي بيحصل في مصر.
و5 من تركيا. فاكر يا صاحبي انه لما قلت لك في حلقه قبل كده تخص المناخ ان تركيا بتسليمها للهاربين اللي عندها او لعناصر العصر اللي عندها لمصر، لو صدقنا ان هي معانا وبقت كويسه معانا نبقى طيبين ازيد من اللازم؟ وادي الكلام بيتحقق، وادي المشهد بقى اوضح، في 5 عناصر اتراك. لكن المحزن في الموضوع اكتر من كل ده، ضابط المخابرات المعادي لما بيقوم بعمليه هنا خانش وطنه، اما العميل خان وطنه، ده اللي يستاهل الاعدام. لكن ضابط المخابرات ممكن نسلمه بصفقه سياسيه معينه. لكن الاثنين المصريين اللي كانوا بيساعدوهم العملاء نعمل معاهم ايه؟ ملهمش لازمه، لا عند اللي مشغلهم ولا عندنا، يعني مصيرهم الاعدام. ده غير العار اللي هيسيبهم ويسيب اهاليهم. وكان معاهم جهاز تشويش و10 تليفونات ايفون و2 لاسلكي. طبعا كده اتعرفت ان الحاجات دي بيعملوا بيها ايه. ده خبر يا صديقي يبين لك حجم المؤامره على مصر قد ايه، ومشترك فيها كام جهاز مخابرات، وان الدعوه للتظاهر مش قرار شعبي، لان هدفهم القضاء على الدوله العميقه وبعد كده يستفردوا بالشعب. بس احنا ممكن تكون ناس مش شايفه كده فبتنساق ورا الدعوات بتاعتهم. ربنا يحفظ مصر. والخبر التاني المثالي ان هو اجمل من كده، كان هيعمل مصيبه اكبر من كده بكتير. القبض على خليه ارهابيه ناحيه رابعه، وكان بحوزتهم متفجرات. طبعا المتفجرات دي معروف هيتعمل بيها ايه، دي مش العاب ناريه هيطلقوها في حفله، لا دي المتفجرات دي كان هيتم بيها تخريب. طب قول لي بالله عليك يا صديقي، كان كام واحد ممكن يموت في عمليه زي كده؟ كان كام واحد محله هيتهدم؟ كان كام واحد هيخسر اب او اخ او ابن او صديق او حتى روحه؟ قول لي بقى يا سيدي الفاضل، مين هم اهل الشر اللي بيدافع عن بلده بكل شراسه وبكل عزه، ولا اللي بيخون بلده وبيضر امنها القومي اللي هو من امننا احنا القومي؟ امن الدوله اللي هو امن المواطن. الدوله مواطنين مش فاضيه، يعني اللي هيدي من بلدي احنا اللي هنتضر. وهنا خلص الكلام في الاخبار. واسمحوا لي، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه بعد ما اهلها اذوه وطردوه منها واذوا اهله، هرب بدينه. ولما حب يرجع لها، هل حرق بيوتها، يتم اطفالها، شرد نسائها، ولا بعد ما اسرهم عفى عنهم؟ عفى عنهم، لان هو ديننا دين العفو. عمرنا ما حرضنا على الشر ولا عمرنا اذينا حد، وطول عمرها مصر دولة مش معتدية بتحافظ على امنها القومي. بس هتقول ايه لاهل الشر؟ ربنا يهدي، لان هم سلسال المجوس، عبدة النار اللي هي رمز للشيطان. مهما اختلفت اسم الجماعة مش مشكلة، يوم اسمها المجوس، والعصر اتطور اتسمت اسم تاني، والعصر اتطور اتسمت اسم تالت. وطول عمرهم ده اسلوبهم في الشغل، يجندوا عمرة من داخل الاوطان تفككها. ربنا يحفظ مصر. ويا شباب، مصر امانة في رقبتنا ولازم نحافظ عليها. واسألوا اي حد من غير وطن هو دلوقتي عايش ازاي. مفيش وطن هيضمك غير وطنك. واسيبكم في رعاية الله اغلى ناس. ربنا يحفظنا يا رب. السلام عليكم.